ايه الخلطه الغريبه دي؟ اول مره في حياتي ادوق شاورما بالطعم ده. فيديو النهارده هنجرب اقدم مطعم شاورما في جده، شاورما شاكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد عصام من قناه عصاميه. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كله تمام ان شاء الله. كله تمام. دلوقتي الشاورما اختلفت. انا كنت اسمع بس عن شاورما السوري، طبعا في شاورما سوري، شاورما تركي، وفي شاورما سعودي. دخلت بحثت كده لقيت لك مكان في جده قديم جدا اسمه شاورما شاكر. ما جيت بقى بحثت عن شاورما شاكر دي لقيت ان في ثلاثه اسمهم شاورما شاكر. واحد اسمه شاورما شاكر الجزيره واعتقد هو الاصلي، انا جبته من عنده. ولقيت واحد بقى اسمه ايه، شاورما شاكر القديم. فتقريبا كده كان زمان في واحد اسمه شاورما شاكر وقفل وفتح تاني حد مكانه، مش عارف الصراحه. في بقى واحد تاني اسمه شاورما شاكر الاقدم، اللي هو اقدم منكم انتوا الاثنين. فبصراحه مش عارف مين الصح مين الغلط، ولكن اتاكدت من حاجتين. اول حاجه شفت فيديو على يوتيوب لقناه ليفت اند شيت بتاعت عبد الرحمن امير، كان عاملين فيديو عن شاورما شاكر الجزيره وقالوا ان ده اقدم مطعم شاورما في جده وبقاله 55 سنه. طبعا الكلام ده على وقت الفيديو بتاع ليفت اند شيت، لكن دلوقتي هو بقاله اكتر من 60 سنه. حتى هو هنا كاتب من عام 1385. على فكره ده هجري مش ميلادي. طبعا قلت ايه ااكد برضو الموضوع بتاع الشاورما، ودخلت بحثت في جوجل لقيت ان اكتر مطعم شاورما واخد تقييمات ما بين الثلاثه شاورما شاكر هو مطعم شاورما الجزيره ب 41,000 تقييم، فرقم كبير في التقييمات. قلت بس هو ده يا باشا شاورما شاكر، اقدم مطعم في جده. هو من اسمه كده شاورما شاكر، يعني هو مختص بالشاورما، بيعمل شاورما لحمه وشاورما فراخ او دجاج. وهنا في جده معروف ان اي مطعم شاورما لازم يكون بيبيع عصاير، وخصوصا عصير المانجا او القطعه دوت، اللي هو ايه تحسه حاجه اصليه كده جامده، جاي معاها شاليمو وحاجه يعني تفتح النفس. وانا جبت هنا سندوتشين بقى. بصوا بقى التغليف قديم، تغليف قديم وحركات واو. اوبا نفتح كده نبص، شكله جامد وريحته جامده. ده الفراخ ده، هو عامل هنا الفراخ بعيش اللبناني، لكن اللحمه عاملها بعيش عيش ايه ده؟ اعتقد عيش فينو عادي بس مش عارف. بس بصراحه الشاورما قليله عن الفيديوهات. المهم دي الاسعار. بالنسبه للسعر فسعر الشاورما عامل 9 ريال وسعر المانجا عامل 6 ريال. طبعا ده من تطبيق، لكن في الحقيقه كام معرفش. بصوا بصوا بصوا، كمية شاورما يعني متوسطة بس حلوة. دي بقى خلطة مختلفة عن الخلطة المصري اللي احنا عارفينها. اعتقد عليه طحينة وطماطم وبقدونس شبه المصري والله، بس مش عارف لونها اصفر كده، مش عارف ايه اللي مصفرها كده. ولون العيش فيه ده شكله حلو طازة، وشكله هو اللي عامله عنده. تعال ندوق، نقسم بالنص كده، يلا ندوق بسم الله. ايه الخلطة الغريبة دي؟ أول مرة في حياتي أدوق شاورما بالطعم ده. بص كتست وتتبيلة مختلفة تماما عن طعم الشاورما المصري. مختلفة يعني، بس الطعم ده مش غريب عليا. يعني خلطة الشاورما دي حاسس إني دقتها في حتة قبل كده، ولكن مش شاورما، دقتها في منتج تاني، حاجة كده تحسها شبه المحشي كده، حاجة غريبة بس لذيذة قوي ومختلفة جدا. العيش ده عيش فينو، بس عيش فينو مختلف وطعمه حلو قوي، وفعلا تحس الشاورما دي شاورما كده العصر القديم، لا تنافس الشاورما المصري، هي بس محتاجة تكتر سنة. نخش على المانجا. مانجا طبيعية قوي، فيها قطع صغيره، وفيها ميزه انها مش مسكر اوفر، لا مسكر متوسط، في نفس الوقت في قطع كتير مانجا، لازم معلقه معاها. طيب شاورما اللحمه ممتازه. تعال نخش على الفراخ. والفراخ هنا هو حاططها على عيش عربي او ممكن نقول عيش لبناني. قاعد مني بس بص ركز معايا كده، بص شايف المنظر من جوه عامل ازاي؟ شاورما فراخ نفس الخلطه بس العيش مختلف. تعال ندوق بسم الله. هو مقطع الفراخ مكعبات ولا ايه؟ حاسس فرخه تخينه كده انت تاكلها. هنا بقى بيحط مع الفراخ بطاطس، بس انا ما اعرفش ليه مش مخلي الفراخ في نفس العيش بتاع اللحمه. العيش ده مشكلته ان هو بصوا بيدوب يتقطع كده وحالته حاله من الصوص، ولكن بصراحه كطعم شاورما وتيست مع الخلطه اللي حاطينها دي ليه اكتر مع اللحمه. مع اللحمه تيست حلو قوي. انا حاسس طعم الاكل ده طعم حاجه قديمه تراثيه، مش حاجه كده حديثه وستايل على الوقت وكده، لا. الشاورما فراخ ممتازه بس اللحمه احلى. بصوا نطلع القطعه قد ايه، بصوا بصوا القطعه. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقه النهارده، حلقه كده خفيفه لطيفه صغيره عن اقدم مطعم شاورما في جده. معرفش بقى هل في مكان اقدم منه في السعوديه اصلا غير جده ولا لا، مش عارف. لو انت من السعوديه قول تحت في الكومنتات مين فعلا هو اقدم مطعم شاورما في السعوديه عامه، وهل شاورما شاكر الجزيره فعلا هو الشاورما الشاكر الاصلي ولا في حد غيره قفل. قولي في الكومنتات نفيد ونستفيد. وسلام.